قد ولد واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا. أنا آسف لعلي شوي أطلت عليك، بس هذا النقاش التاريخي اللي حصل في مجلس النعمان بن قيس وفي خلوته بعبد المطلب بن هاشم، أبى أعطيك إياه بالملي، أبى أعطيك إياه وش قال بالحرف عشان تعيش معي بمخيلتك صح. فقال النعمان بن قيس أكمل معه النقاش عن هذا الولد اللي بيبعث وبيصير نبي، فقال يعز بهم أولياؤه، من يتبعه بينعز، ويذل بهم أعداؤه، يكسر الأوثان ويخمد النيران ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان. قوله فصل، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، قوله فصل وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. سكت. قال عبد المطلب أيها الملك، هلا كعبك ودام ملكك وطال عمرك، فهل الملك سار لي ببعض من إفصاح أو إيضاح؟ شوفوا كيف يطلبه، شوفوا كيف البلاغة. فقال النعمان بن ذي يزن والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب، إنك لجده من غير كذب. فخر عبد المطلب على طول وسجد. قال له النعمان ارفع رأسك على علمك وعلى كعبك، هل أحسست شيئا مما قلته لك؟ يعني هل هذا الشيء صار في بيتك؟ هل جاك مولود وسميته محمد وأمه وأبوه ماتوا وفي ظهره علامة؟ أعطاه بعض التفاصيل اللي قد أعطاه من علامات. الآن النعمان بن قيس يبغى يتأكد ويسأله ويقول أحسست بشيء، يبغى يسمع، هو متأكد ما هو متأكد 90%. فقال عبد المطلب أيها الملك إنه كان لي ابن وكنت به معجبا، هذا الابن وكنت عليه رفيقا، فزوجته بكريمة من كرائم قومه آمنة بنت وهب، فأنجبت ولدا فأسميته محمدا، فمات أمه وأبوه فكفلته أنا وعمه. فتيقن هنا النعمان على طول وقال له إن الذي قلت لك كما قلت، فاحتفظ بابنك واحذر عليه من اليهود فإنهم له أعداء. وبدأ يوصيه بوصايا وبتفاصيل الآن بقولها لك كأنه عارف إيش السيناريو اللي بيصير خلال 70 سنة قادم. قال النعمان لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم واطو ما ذكرت لك عن قومك ورهطك، لا تعلمهم، خله سر بيني وبينك، فإني لست آمن أن تدخل في قلوبهم النفاسة. وقال له ولو أنني أعلم أنني سأعيش إلى قبل مبعثه، يعني لو أني أضمن أني أنا بعيش لما يولد، تو النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير بيثرب دار مملكة موضع قبره ولو فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصرته. عبد المطلب يسمع التفاصيل هذه ويسمع الكلام هذا من الملك ويسمع البشائر اللي جالسة تتوارد عليه أن من نسله بيخرج نبي مرسل اسمه محمد وسيقيم في يثرب وسيكون له نصرة، واللي ينصره يعز واللي يأخذ له يذل ومن يطيعه يقول له النعمان بن قيس، يقول عبد المطلب يقول له ولو أني أقيه من الآفات وأحذر عليه من العاهات لأعلنت، فيما معنى كلامه أن أي أحد بيأديه بأديه أنا ورجالي معي، ولكن صارف شوف كيف الأدب. قال له يقول عبد المطلب ولكني صارف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك. ثم قال له اجمع لي بالله الوفد اللي جبته الله ليهينك يا عبد المطلب أنت وربعك. فجمعهم وجاء عنده قال له أمر كل واحد منكم 10 إماء و100 من الإبل وحلتين من البرود و5 أرطال من الذهب و5 أرطال من 10 أرطال من الفضة، وكروش الغنم كانوا يملؤونها بالعنبر وكروش من الغنم مملوءة بالعنبر. أمر لعبد المطلب ب10 أضعاف ما أمر لكل واحد منهم، بمعنى أن عبد المطلب أخذ 1000 ناقة و100 جارية و50 رطل من الذهب و50 رطل من الفضة، رجع بعطاء وافر.
يفكر بالمئة ناقة، أو عفوا بالألف ناقة والمئة جارية، ما هذه ما هي في باله. هو يفكر في حكمه. رجع عبد المطلب إلى مكة بعطاء وافر وافر، يسوق سوق من أرض غمدان إلين بطن مكة. ما هو عدل، وقوله فصل، يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. من سلالته ومن نسله بيخرج رجل سيضيء لهذه البشرية نور ما يطفئه إلا قيام الساعة. كان يقول حتى مذكورة ورواية ابن عباس، كان يقول، قال عبد المطلب: يا معشر قريش، لا يغبطني رجل منكم على جزيل عطاء الملك، 1000 ناقة ذي وال100 جارية، لا، فإنه إلى نفاد، ولكن ليغبطني بما يبقى لي ومن بعدي وعقبي، ذكره وفخره وشرفه. نصا قالها، بدأ يلمح. قاموا يسألونه: اللي بيبقى لك ومن بعدك وذكره وفخره، متى ذلك؟ متى؟